بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. احنا حذرنا قبل كده من الاشجار اللي بتبقى جنب حمامات السباحه زي البازروميا او الفيكس بنجامينا. اي نباتات يا جماعه بازروميا او فيكس بنجامينا جنب صرف او جنب حمام سباحه بالطريقه دي ممكن تدمره لك. بعض الافكار اللي ممكن تنفع كسور شجري جنب حمام السباحه او كسور شجري عموما، يعني الثرو الليموني والاريكه تنفع كسور شجري. مشكلة الثرو الليموني اللي بيعاني منها البعض ان الثرو الليموني نبات اوروبي من الدرجة الاولى بيحتاج برودة عالية، لذلك حتى لما بنزرع الثرو الليموني بيتزرع في الشتاء، بيتزرع من اول شهر 10 لغاية شهر 3، يعني ما بيتزرعش في الصيف. المشكلة اللي بيواجهها البعض في الثرو الليموني انه بيجي في الصيف وممكن ينشف عندك. بينشف عندك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. ازاي نكسر ارتفاع درجات الحرارة؟ عن طريق الري اسفل التربة والرش على النبات باستمرار عشان نرطب المحيط بتاع النبات، ونستخدم منشطات خضرية. المنشطات الخضرية هي مواد مسؤولة عن رفع الإجهاد الحراري على النبات سواء ثرو أو أي نبات عموما. المنشطات الخضرية دي دورها ان هي بترفع الاجهاد الحراري او اجهاد البروده اللي هو بيحصل طبعا في الشتاء على بعض النباتات. ودي احد منتجات الشركه عندنا، ماده مستورده مضاف عليها عناصر كبرى وصغرى وعليها مواد منشطه، تغذيه متكامله للثرو الليموني للاريكه لكل نباتات الزينه واشجار الفاكهه، وبترفع لك الاجهاد الحراري عن النبات بحيث يفضل الثرو عندك طول الصيف اخضر وكويس وما يحصلش فيه اي احتراق.